الإخلاص لله عز وجل في قضية القراءة. والإخلاص إخواني وأخواتي عبادة من أجل العبادات، وهي عمل قلبي يشير إلى علاقتك مع الله عز وجل المبنية على إظهار ذل العبودية أمام عز الربوبية، وأنك لا تصرف أي عمل من الأعمال ولا عبادة من العبادات إلا لله عز وجل. هذا هو الإخلاص. الإخلاص عمل قلبي، ومعنى ذلك أن عملك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الإخلاص مهم جدا، ولذلك اعتنى السلف الصالح بموضوع الإخلاص ومجاهدة النفس، لأن هناك صراع بين النفس الأمارة بالسوء وأيضا الهوى مع قضية الإخلاص، في صراع. فكلما قوي الإخلاص هزم الهوى وهزمت النفس الأمارة بالسوء. والإخلاص أمره يسير لمن يسره الله عليه، صحيح يحتاج إلى مجاهدة، وهي أن لا ترى في عملك إلا الله. باختصار يعني أن يقوم شاهد المراقبة في قلبك بحيث لا ترى وأنت تعبد الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى، عملك لله. لو أثنى عليك الناس، لو أثنى عليك جميع الناس لا يهمك ذلك، وإنما أنت تريد الله سبحانه وتعالى. ولو ما انتبه الناس لك وما عرفوا بأنك من أهل العبادة لا يهمك ذلك. فمهم جدا معالجة الإخلاص ومجاهدة النفس. فإذا أخلصت في قراءتك وفي تدبرك فقد وفرت أرضية خصبة لمسألة التدبر، لأن الإخلاص أهم شيء. فالقلب يتنجس بالرياء وبالتفاته إلى غير الله عز وجل، فكيف ترجو من نفسك أن تتدبر القرآن تدبرا صحيحا وقلبك بعيد عن الله سبحانه وتعالى؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك أهم خطوة من الخطوات التي تعينك أو مفتاح من المفاتيح الذي يعينك على التدبر الإخلاص، أن تكون قراءتك وتدبرك خالصا لله عز وجل، لا حتى يقال والله فلان ما شاء الله أبدع وفلان أظهر كذا وفلان أظهر كذا. تنتبه، لأن الرياء يأتيك خلسة